أقوى خطوة ممكن تعملها في حق نفسك إنك تقلل من توقعاتك، لأن تقريبا معظم الوجع اللي حسيته في حياتك بدأ بجملة أنا كنت متوقع، أنا كنت مستني، أنا كنت فاكر. في إحساسك إن أنت محتاج الناس في حياتك ده مش حقيقي، ده الجزء البدائي اللي في مخك اللي محفور في جيناتك من آلاف السنين، لأن زمان كان البقاء للجماعة مش للفرد. فأول ما تبدأ تشيل الفكرة دي من جواك هتلاقي إن 90% من اللي كان بيوجعك اختفى، لأن دلوقتي اللي بينقذك هو اعتمادك على نفسك مش انتظارك لحد. طب هتقولي طب أنا كده ما اتعاملش مع حد؟ لا، اتعامل، بس ما تديش الناس أكتر من اللي هم يستحقوه. كلنا بنحب نكون في جماعة، ناس نحس معاهم بانتماء. فكل جماعة سواء أهل أصحاب شغل أيا كان ليهم قوانينهم، قوانين ثابتة محدش كتبها بس الكل فاهمها. انك تمشي الدنيا، ما تعترضش، انك تضحك حتى لو الضحك ده على حساب حد، حتى لو اللي قدامك غلط. المهم انك تمشي مع التيار علشان ما تتهزش صورتك، ما تبقاش مختلف، وان مكانك وسطيهم ما يبقاش مهدد. فكلنا بنحتاج القبول الاجتماعي، نظرة رضا، كلمة انت شبههم، وده بيسكت الضمير جواك شوية. خلينا نتكلم عن قصة تفهمنا الأمور شوية. في القرن 16 كان في ملك اسمه هنري الثامن، ملك قوي مزاجي ومهووس بالورثة الذكور. خلينا نفتكر ان هو كان مهووس بالورثة الذكور. ظهرت في حياته واحدة ذكية جميلة وطموحة، وهي آن بولين. آن كانت فاهمة القاعدة من الأول، اللي يرضي الملك يعيش واللي بيعاند بيختفي. آن عملت كل حاجة عشان ترضي هنري، غيرت شخصيتها، لعبت سياسة، دخلت صراعات مش بتاعتها، وقبلت ان هي تكون أداة في صراع ديني وسياسي ضخم. وهنري غير ديانة دولة كاملة علشانها، وانفصل عن الكنيسة الكاثوليكية. هنري عمل ده عشان يبقى معاها، ولكن الحقيقة هي كانت عايشة علشان ترضي هنري وبس. المشكلة بدأت لما آن ما جابتش الولد اللي هنري مستنيه. وخلينا نفتكر ان هنري مهووس بالورثة الذكور. مزاج هنري بدأ يتغير، ظهرت واحدة جديدة في حياته، فالقبول اللي آن كانت عايشة عليه بدأ يتسحب. فانتشرت الأقاويل ان الملك قلب على آن، فنفس الجماعة اللي كانت بتسقف لها بدأت تقلب عليها، لأن هم ما كانوش بيدعموا آن لشخصها، هي كانت مجرد أداة عشان يوصلوا للملك. فاتهموها باتهامات عشان يتخلصوا منها، خيانة، علاقات محرمة، اتهامات غير مثبتة تاريخيا، ولكنها كانت كفيلة انها تتحاكم محاكمة شكلية وتتحبس في برج لندن وتتقطع رقبتها. ودي كانت رسالة واضحة لكل اللي في القصر، ايا كان ما كنت مين، انه بالساهل بيتم استبدالك. آن بولين ما كانتش ضعيفة، بالعكس دي كانت قوية وذكية، ولكن غلطتها الوحيدة انها ربطت قيمتها برضا شخص واحد. دي مش قصة عن ملكة، دي قصة عن اي انسان فاكر ان رضا الناس عنه ده امان. فهنا التاريخ بيقول ان اي شخص بيعيش عشان يرضي حد، اول ما الرضا بيخلص هو كمان بيخلص. علميا الانسان اللي بيعيش طول عمره في محاولة ارضاء الناس اللي بينتمي ليها بيمر ب3 مراحل نفسية خطيرة. ده مش كلام فلسفي، دي احصائيات مؤكدة. اول حاجة انخفاض الهوية الشخصية. حسب تقارير ABA 70% من الناس اللي بتحاول ترضي الجماعة على حساب نفسهم بيمروا بحالة اسمها تآكل الهوية. يعني ايه؟ يعني هو مش بيبقى فاكر هو مين، بيحب ايه، بيكره ايه، لانه دماغه بقى متمرمج ان هو يوافق على قراراتهم مش يختار اللي هو عايزه. تاني حاجة الضغط الاجتماعي بيغير من كمية المخ. علماء جامعة ستانفورد والMIT شافوا ان الشخص اللي بيقول حاضر دايما للناس عشان ما يتهاجمش بيرتفع عنده هرمون الكورتيزول بنسبة تصل الى 37% يوميا. يعني ايه؟ يعني صداع، ارهاق، عصبية، نوم مش متظبط، واحساس ان هو متراقب، يعني كأن الناس مركزة معاه، وده ناتج عن شعور داخلي ان هو ما ينفعش يغلط. وده بالظبط نفس تأثير التعرض للخطر، كأن جسمك فاكر انك في حرب برغم ان اللي حواليك مجرد ناس. تالت حاجة فقدان التقدير الذاتي. في دراسة على أكتر من 5000 شخص من جامعة هارفارد لقوا إن 65% من الناس اللي بيرضوا الجماعة وبيخاف يقولوا لأ عندهم تراجع ملحوظ في احترام النفس.
وده بسبب ان عقلك الباطن بيسجل عليك انك مش قادر تقول لا. فمع الوقت ده بيتحول لقناعة داخلية انا اقل من ان انا اواجه، ودي بتبقى اخطر مرحلة لانها بتخلي عندك شعور بالنقص حتى لو انت محبوب وناجح. القرآن اتكلم على الفكرة دي بوضوح. ربنا قال في القرآن ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يعني لو لقيت الجروب اللي انت ماشي معاه ماشي غلط ما تمشيش معاه عشان انت عايز تبقى زيه، ولو لقيتهم بيعملوا سلوك غلط ما توافقش عليه لمجرد انت خايف مكانك وسطيهم بيبقى مهدد، ولو لقيتهم بيقولوا كلمة باطلة ما تضحكش عليها عشان الجو ما يبوظ. ده اسمه اتباع. فاتباع الناس ضياع واتباع الله نجاة. أول ما تقرر تختار نفسك، أول ما تبقى نفسك هتلاقي الدنيا قلبت عليك. وده علشان المجتمع مش بيحب الشخص اللي بيهد الصورة اللي هم اتفقوا عليها حتى لو الصورة دي كدابة، فهيسموك غريب، معقد، شايف نفسك، مش اجتماعي، مستفز. وده مش لأنك وحش ولكن لأنك هديت الصورة الكدابة اللي هم كانوا مرتاحين فيها. فوجودك الحقيقي بيوجع اللي عايشين بتمثيل. ربنا سبحانه قال ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون. العلو هنا مش علو منصب، ده علو النفس. ان انت ما تتهزش من رأي حد ولا في كلمة تكسرك ولا تفقد قيمتك ونصيتك لنفسك لمجرد ان هم قلبوا عليك وقلبوا الناس عليك، لمجرد ان انت بقيت حقيقي وبترضي ربنا. لما تبطل تخاف من رأي الناس ورأيهم ما يبقاش فارق معاك، وقتها هتمشي بهدوء من مكان مش شبهك وهتقول كلمة الحق من غير ما تعلي صوتك ولا تستنى حد يساندك. وقتها هتحس بحرية، حرية ما فيهاش نفاق ولا تطبيل ولا تمثيل ولا هزار مهين ولا نعدي وخلاص. في الأول في الآخر الإنسان بيعيش مش عشان رضا الناس، الإنسان بيعيش عشان رضا رب الناس.